بيبدأ فيلمنا بدمار وخراب في المدينة كلها، وبيظهر هنا واحد عشان ينقذ نفسه وبيجري، ولكن بنكتشف ان المدينة كلها اتحولت لزومبي. وبنرجع لورا اليوم قبل ده لراجل اسمه هيديو، مؤلف قصص عنده 35 سنة، وبيكون حلمه ان هو يكون كاتب معروف ومن اعظم الكتاب الناجحين، ولكن الحقيقة انه محققش اي حاجة لسه لانه شغال بمرتب قليل. هيديو كان عايش مع صاحبته في شقتها، وبدأت تحس انها مش مرتاحة معاه لان هو فاشل ومرتبه قليل وما كانش عارف يوصل لشغل كويس. هيديو كان عنده بندقية بيحبها، وفي يوم كان بيتخانق مع صاحبته وطردته من شقتها، وفي نفس الوقت كان في خبر في التلفزيون وكان بيقول ان في فيروس انتشر في المدينة واي حد بيتصاب بيه بيتحول، وبيطلبوا من كل السكان ما يخرجوش من بيوتهم. ولكن في الوقت ده هيديو اتطرد وقضى الليل في الشارع، وفي تاني يوم راح لشغله، لكن ما كانش فيه غير 5 موظفين وبيقضوا اليوم في المكتب وبيناموا فيه بسبب الحظر. وهنا اتصلت بيه صاحبته علشان تعتذر له وبتطلب منه يرجع للشقة، لكنه رفض. وتاني يوم الصبح قرر هيديو انه يروح لها وخد لها فطار معاه، ولكن لما خبط عليها ما ردتش، ولكن بص من فتحة الباب اتصدم لما شاف صاحبته في حالة تشنج وبتعمل حركات غريبة، وبتروح ناحية الباب وبيكون شكلها مرعب، وبتفتح الباب فجأة وبتهجم عليه. وبصعوبة قدر هيديو يدخلها جوه الشقة تاني، لكن مسكت الباب ولفت رجليها لقدام وكانت قوية جدا، وما كانش قادر انه يقفل الباب. كانت بتحاول تعضه لكن الباب كان بيمنعها، وكانت بتعض الباب بقوة لدرجة ان اسنانها وقعت كلها. وهيديو كان مصدوم من اللي بيشوفه، وفجأة شدته لجوه الشقة وبيتقفل الباب عليهم، وحاولت تهجم عليه مرة تانية وعضته في ايده، لكن بيقدر هنا ان هو يزقها وبتقع على آلة حادة وبتموت. وهنا هيديو بيتخض من شكلها وبيسيبها ويجري، وهو ماشي في الطريق بيشوف واحدة ست ماسكة ايديها وكان شكلها ان هي اتصابت، وشاف طيارات كتير جدا وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. ولما راح للمكتب شاف زميله وقميصه عليه دم، وفي نفس الوقت ده دخل عليهم المدير وكانت عينه شكلها مرعب، وكان ظاهر ان في سكينة في صدره. وبرغم كل ده سألهم اذا خلصوا الشغل اللي وراهم ولا لا. وفجأة زميل هيديو بيضربه بعصاية وفضل يضرب فيه كتير، وقال لهيديو ان الفيروس بينتشر بسرعة، وقال له ان هنكون زيهم زومبي لو تعضينا. وفي الوقت ده افتكر هيديو ان صاحبته عضته في ايده، ولكن لما بص على ايده ما لقاش اي اثر لان اسنانها وقعت لما عضت الباب. ولكن شاف ان زميله اتعض في رجله، وفجأة عينيه بتبدأ تتغير وبيتحول لزومبي. ولما شاف هيديو منظره اترعب، ولكن زميله لما حس انه هيبتدي يتحول لزومبي راح مموت نفسه، والدم كان في كل مكان. فجري هيديو بسرعة وحاول يهرب من المكتب، لكن قابلته زميلته متصابة وكان شكلها متغير هي كمان. فبيخرج بسرعة للشارع وشاف ناس كتير بتحاول تهرب ومش عارفين يروحوا فين، وفجأة بيجري زومبي ورا هيديو، وده المنظر اللي شفناه في أول الفيلم. والناس بدأت تستوعب ان الزومبي في كل مكان، وكانوا بيحاولوا يهربوا، ولكن كتير منهم كانوا بيقعوا وبيتعضوا من الزومبي. وبيجري هنا هيديو وبيشوف ناس كتير في وشه والعربيات بتخبط في بعض، والمباني كلها بتتحرق، والمدينة كلها اتقلبت واتدمرت. وهيديو هنا شاف تاكسي راكن فجري عليه بسرعة، وهنا بتقرب عليه واحدة ومش مصابة، وراح مطلع هيديو البندقية بتاعته علشان يحميها ويضرب على الزومبي. ولكن بيطلع كل ده كان بيتخيل، وكل اللي قدروا يهربوا من الزومبي ركبوا التاكسي ومشوا من المكان. وبيعرفوا من الأخبار ان الفيروس انتشر بسرعة رهيبة في المدينة كلها ولسه ما وصلوش لسبب الفيروس. وفجأة عرفوا ان واحد من اللي معاهم مصاب وبدأ ينزف دم من كل حتة، وطلب مناديل من السواق. ولما السواق جه يديله المناديل راح عضه وحاول يهجم على هيديو، ولكن هنا هيديو بيحدفه بره التاكسي ويفضل ماسك في رجل هيديو. والبنت اللي معاه قدرت ان هي تساعده وقدر يفلت من الراجل ده. بعدها الأعراض بدأت تظهر على السواق، وكان سايق بسرعة جدا وكان بيخبط في العربيات اللي جنبه. فجأة العربية بتتقلب بسرعة وبيموت السواق، ولكن هيديو والبنت اللي معاه بيكونوا لسه عايشين. ولما فاقوا خرجوا من العربية وشافوا الدنيا متدمرة وراهم بسبب الحادثة اللي عملوها، والعربيات كلها كانت فاضية ومفيش حد حواليهم. ولما بحثت البنت على الفيروس بيعرفوا ان الفيروس لما بيصيب البشر بيغير شكلهم وتصرفاتهم كلهم، وان اللي بيتصاب بيعمل زي اللي كان بيعمله في حياته وبيخليهم مهايبرين وعندهم قوة كبيرة جدا. وفي الوقت ده بقى عندهم امل لما عرفوا ان الفيروس بيموت على ارتفاعات عالية. وهنا بيشوفوا جبل على بعد مسافة كبيرة شوية بينه وبينهم، وبدأوا يتحركوا ناحيته. وبعد ما الليل بيجي بيقعدوا في مكان على الطريق وبيبدأوا هنا يتعرفوا على بعض. وبنعرف ان البنت اسمها هيرومي وبتقوله ان هو البطل بتاعها. وبينام وبيجي الصبح وبيصحى هيديو، ولكن لما بيبص على هيرومي بيشوف علامة عض على رقبتها. وبيقوم هنا هيديو بسرعة وبيطلع البندقية بتاعته بيوجه البندقية ناحيتها، وبيسألها عن العضة اللي في رقبتها، وبتقوله ان هي اتعضت من طفل صغير اتصاب من فريق التمريض بس ما كانش حد عضه.
وبينزل هنا هيديو ببندقية وقرر انه ما يقتلهاش، وعنده امل ان لما يطلعوا الجبل هتتعالج، ووعدها انه هيحميها ومش هيسيبها وهيبقى بطلها زي ما هي كانت بتقوله. وبيكملوا هنا رحلتهم للجبل، ولكن هيرومي بتتعب وما بتقدرش تمشي، وفجأة هنا بتصرخ وعين من عينيها بتتحول زي الزومبي. وبيخاف هنا هيديو وبيجري لحد ما بيقابل قدامه واحد وبيطلب منه مساعدة، ولما الراجل لف اكتشف ان هو زومبي هو كمان، وبيحاول يهجم على هيديو، لكن هيرومي هنا انقذته، وده بيدل ان هيرومي جواها حاجة بتحارب الفيروس. وبياخدها هنا هيديو وبيحطها في عربية السوبر ماركت وبيروحوا المكان، والمكان ده بيكون متدمر. ولما دخلوا محل يختاروا هدوم شافوا صاحب المحل بيسألهم لو محتاجين حاجة، وفجأة بيحاول يهجم على هيديو، والمرة دي أنقذته ممرضة كانت من الناجيين. وبيوصل هنا جزء من المجموعة اللي معاها، ولكن هيديو هنا بيقرر ان هم ما يعرفهمش ان هي مصابة، وبيقول لهم ان هي نايمة وبيغطي عينيها بشريط. وكان خطتهم ان هم لما ينزلوا عشان يجيبوا الاكل من تحت كانوا بيقعدوا يخبطوا من فوق بالحلل عشان يلفتوا انتباه الزومبي. وهنا القائد بتاعهم بيسمع لهيديو وهيرومي ان هم يفضلوا موجودين معاه وبيجيب لهم اكل. وهنا هيديو بيقف على السطح وبيبص على الزومبي وبيشوف واحد منهم بيجري بسرعة جدا، وفجأة بينط لفوق وبيقوم نازل على دماغه. وهنا الراجل العجوز بيشرح له ان الزومبي بيعملوا الحاجات اللي كانوا بيعملوها الناس في يومهم الطبيعي، زي البنت دي اللي كانت بتحب ان هي تتسوق وبتفضل ماسكه في باب المحل. والقائد هنا بيعمل اجتماع للشباب اللي في الاوضه لان الاكل اللي معاهم قرب يخلص، علشان كده لازم ينزلوا للدور اللي تحت. وبيطلب هنا القائد من هيديو البندقيه بتاعته، لكن هيديو هنا بيرفض ان هو يديها له وبيقول له ان هي ذكرى. وعلشان كده الشباب بيروحوا يخرجوا هيرومي من الخيمه بتاعتها وبيطردوها من المجموعه، وبيهددوا هنا هيديو ان هم هيقتلوها. لكن هيديو هنا بيواجه البندقية ناحية القائد، وهيرومي هنا بتمسك الراجلين اللي كانوا ماسكينها وبترميهم لبعيد، والشريط اللي على عينيها هنا بيتفك وبيعرفوا كلها ان هي زومبي. وقائد المجموعة هنا بيضرب هيرومي بسهم وبيغمى عليها، وبعدها بيكتفوا هيديو هنا وبياخدوا البندقية بتاعته. وبعدها بتعمل المجموعة هنا انقلاب على القائد، وبيكون متعصب منهم لان هم اللي استولوا على بندقية هيديو. الممرضة هنا بتكون بتفحص هيرومي وبتبلغه ان هي لسه عايشة، وبتمدحه هنا الممرضة على شجاعته ان هو انقذ كمان هيرومي. بعدها اعضاء المجموعة بياخدوا هيديو معاهم بالغصب علشان يجيب الاكل، والممرضة هنا بتوعده ان هي هتحمي هيرومي وتهتم بيها. وهنا بيوصلوا للمخزن وبيبدأوا يجمعوا في الاكل، والقائد هنا بيسيب المجموعة وبيمشي، ولانه عايز ينتقم منهم بيشغل سماعات الموسيقى في الدور الارضي، وطبعا ده بيلفت انتباه الزومبي ناحيتهم. وفعلا الزومبي هنا بيبدأوا يهجموا على المجموعة كلها وبيبدأوا يموتوا فيهم. وهيديو لما بيشوف المنظر ده بيجري ويستخبى في الدولاب، وبيظهر هنا الزومبي اللي كان وقع من فوق وبيبدأ يسمع الموسيقى. وبيجري هنا الزومبي ده وبيقدر ان هو ينط نطة عالية جدا وبيوصل للسطح فوق، وواحدة من الناجين بتشوفه، ولكن الزومبي بيجري عليها وبيعضها، وبيبدأ يهاجم بنت تانية ويبدأ يفعص راسها بايديه ويعضها. والممرضة هنا بتاخد هيرومي وبيستخبوا في زاوية، وبيكون معاه هنا جهاز لاسلكي وبتحاول تتواصل وتطلب المساعدة. وهنا هيديو بيلاقي جهاز اللاسلكي التاني وبيسمع الممرضة وهي بتطلب الاستغاثة، وبيرد هنا عليها هيديو بيقول لها ان هو لسه عايش، وبيبلغها ان هي تيجي للدور اللي تحت. وهنا هيديو بيخرج من الدولاب وبيكون متحمس جدا، ولكن بيهجم عليه هنا زومبي وبيعضه. ولحسن حظه ان هو بيكون لابس ساعات كتير في ايده والعضة ما بتأثرش فيه، وكتير هنا من الشباب اللي معاه بيكونوا ماتوا. وبيلاقي هنا هيديو البندقية بتاعته وبياخدها. وهنا بتظهر هيرومي والممرضة وبيشوفوا في طريقهم القائد، ولكنه بيكون اتعض وخلاص اتحول لزومبي. وبتجري منه هنا بسرعة ممرضة وهي شايلة هيرومي، ولكنه بيجري وراه. وبيظهر هنا هيديو بيقدر يواجه البندقية بتاعته ناحية الزومبي، واخيرا هنا بيقدر يقتل حد بيها. وفي النهاية ما بيبقاش غير هيديو وهيرومي والممرضة، وبيقدروا هنا ان هم يقتلوا كل الزومبي والمكان بيتحول لمجزرة. ولكن فجأة بيظهر هنا الزومبي تاني وبيقع على الارض، وما بيكونش فيه غير رصاصة واحدة بس على الارض، وبياخدها هنا هيديو وبيقدر يموته، ولكنه بيكون لسه عايش. وفجأة هنا هيديو بيضربه بظهر البندقية وبيموته خالص. وبيقدروا هنا ان هم يخرجوا من المكان بالعربية ويروحوا ناحية الجبل عشان يلحقوا ينقذوا هيرومي. بس كده يا سيدي، وفيلمنا هنا بيخلص. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل افلامنا الجديدة. يلا اشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.